السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كنافة بالمهلبية أو كنافة بالقشطة. معانا هنا نص كيلو كنافة، ومعاها كوباية سمنة، ونص كوباية سكر بودر. هنقلب السكر البودر، ولازم طبعا الكنافة تكون متحمصة، يعني نحطها يوم بليلة في التلاجة في فريزر، وتاني يوم بنفتفتها يا إما بتتحمص في الفرن. ومعانا كوباية سمنة كمان على نص كيلو كنافة، ونقلب كله في بعضه. وطبعا هنجيب صينية مدهونة سمنة ونحط فيها نص كمية الكنافة، نوزعها كويس كده نص الكمية، ونضغط بإيدينا كويس من الحروف ومن كل الجوانب. ومعانا هنا كوبايتين لبن، ومع عليهم معلقتين نشا عشان نعمل المهلبية بتاعتنا، ورشة فانيليا، وبلاش سكر علشان كفاية العسل اللي هنسقي بيه الكنافة ان شاء الله. هنبتدي يا جماعة نحط المهلبية هنا على الكنافة، ونلاحظ انها تبقى في النص، ما نجيبهاش خالص يمة الجناب عشان ما تتحرقش. نحطها كده على قد النص عشان لما نيجي نضغط بايدينا ما نضغطش قوي وما تتحرقش من الجناب. ودلوقتي بقى نحط نص كمية الكنافة على الوش، ونفرشها بالراحة كده، ومش هنضغط قوي، هنسوي بالراحة خالص علشان مفيش حاجة تخرج لنا من الجناب. ودلوقتي دي يا جماعة معانا اهي بعد ما خرجت من الفرن، هنسقيها طبعا بالشربات. والشربات عبارة عن كوباية سكر مع كوباية مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. هنوزعها بقى كويس، جربوها ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع ألف سلامة.